ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا كلنا بنستعد للمدارس، وجبت لكم النهارده فكره لتزيين القلم ان شاء الله هتعجبكم جدا. ده قلم ودي قطعه فوم، هاخد منها جزء كده مستطيل. هقص الاول دي علشان ما كانتش متساويه، وبعد كده هاخد الجزء ده حوالي 6 سنتي بطول الفوم كله اللي عندي، لان هو ما كانش طوله كبير برضو، يعني طوله حوالي 20 سنتي مثلا، اللي هو بطول المسطرة، او 25 سنتي بالكتير. وبعد كده قصيته كده بالشكل ده. الفكرة ان شاء الله هتكون سهلة وبسيطة، واصحابنا وحبايبنا كلهم هيقدروا يعملوها ويروحوا بالقلم شكله جميل جدا. انا هنا كنت بقيس جزء كمان علشان لو هحتاجه، بس في الاخر ما احتاجتهوش زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بعد كده اثبت قطعة الفوم دي على القلم بمسدس الشمع بالشكل ده. هبدأ ألفها كده، وكل شوية ممكن لو احتاجت احط جزء من الشمع بحيث ان هو ما يفكش معايا. ما ننساش لو مش مشتركين في القناة نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة وفيديو جديد انا بعمله. وكمان ما ننساش اللايك والشير والكومنت اللي بيشجعني ان انا اعمل افكار تانية. كده تمام، هفضل استمر كده لحد ما اخلص قطعة الفوم بالكامل. كده تمام، هلزقها. وبعد كده هبدأ بالشمع، بس في اللحظة دي بشيل الشمع من المسدس من الفيشة عشان ما يسخنش قوي ويسيح الفوم. كده تمام، هبدأ اعمل زجزاج كده على شكل ان يعني دي هتكون شمعة وده الشمع اللي بيسيح منها. كده تمام، وهستنى شوية لحد ما الشمع ده ينشف. زي ما احنا شايفين كده، الفكرة سهلة خالص وبسيطة، والنتيجة هتعجبكم بإذن الله. كده خلاص تعتبر نشفت. هبدأ بعد كده ارسم شكل الشمعة وهقصها كده تمام. وانا كان عندي الليبل دي اللي احنا بنكتب بيها اسم الاطفال والحاجات دي، من برضو الادوات بتاعة المدرسة. هقص شكل منها، وممكن نستبدلها بقطعة فوم برتقاني او حمرا، بس انا بصراحة ما كانش عندي الفوم فاستغليت اللي موجود عندي يعني. كده تمام، هبدأ ألزقها بعد كده على الشمعة اللي انا قصيتها دي برضو بمسدس الشمع، والناحية التانية نفس الطريقة. كده تمام، هبدأ بعد كده اثبتها على الشمعة من فوق بحيث ان هي تديني شكل الشمعة تمام. هثبتها بقى بمسدس الشمع برضو، وهتدي معايا شكل الشمعة. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش الاشتراك واللايك والشير والكومنت الجميل. واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.